السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض محشي الكرنب. هوريكم بقى ازاي انا بعمل المحشي بتاعي. طبعا كل واحد وليه طريقة، بس انا هوريكم طريقتي في المحشي عاملة ازاي. الطريقة بتاعتي مش صعبة خالص، هي الطريقة بتاعت اجدادنا زمان، يعني بتاعت امي وستي والطريقة اللي اتعلمناها كلنا زمان في بيوتنا. لكن الطريقة بتاعت دلوقتي السهلة اللي كله بيعملها بيها ان هي ما يسبكش الصلصة والكلام دوت. لا الصراحة مش بعملها ومش بستطعمه بيها خالص. انا بحب اعمله بالطريقة بتاعت امي وستي ديت، يعني من زمان قوي واحنا بناكله كده وطعمه بيبقى حلو قوي، والصراحة مش عايزة اغيرها. تعالوا نشوف بعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنعملها مع بعض هنسلق الكرنب اللي احنا جبناه. طبعا الكرنب لو هو مفلت من بعض كده ومهوي هتعرفي تقطعيه بسهوله. لكن لو جبتها مكبوسه زي ما انا جبتها كده ما تقلقيش خالص، برضو يعني هنسلقها عادي وما تخافيش من الورق، مش هيتقطع معاكي ولا هيتكسر. هتقطعي الورق الاخضر اللي حواليها كده وتروحي مقوراها في النص زي ما انا قورتها كده، وتجيبي حله تكون اكبر منها بشويه. يعني انا الحله هنا كانت صغيره عشان كده اتزنقت كده، لكن الحله تكون اكبر منها بشويه، تكون واسعه عنها شويه. هتلاقيها مرتاحه معاكي وان انت عارفه تسلقها كويس. اول حاجه يا جماعه هننزلها كده على وشها عشان على العروق. هنسيبها كده حوالي دقيقتين او 3 دقايق، ما نطولش عشان الورق ما يتهريش معانا. بعد كده نروح عادلينها ونبدا بقى ان احنا نطلع ورقه ورقه، نشد ورقه ورقه بالشكل دوت. بصوا هي الورقه كده استوت تماما. احنا يا جماعة مش عايزين نسواها على الاخر، يعني احنا بنطلعها حوالي نص سوا. لما بتقعد في المصفى كله فوق بعض بنلاقيها كملت السوا بتاعها. فمش عايزين ان احنا نسويها على الاخر عشان الورق ما يتهريش معانا وما نعرفش ان احنا نلفه. طبعا انتوا شايفينها دلوقتي ان هي ايه، يعني مش مستوية، لا لكن هي خلاص كده مستوية. ده انا كمان هشطفه، يعني بص انا مطلعه الورق كده وهشطفه كمان تحت الحنفية عشان اوقف السوا بتاعه. اهو يا جماعة شايفين. طبعا سهلة خالص، بتطلع معايا بسهولة والورقة سليمة مش مكسرة ولا فيها اي حاجة. شايفين دلوقتي لما الكرنباية صغرت بقت الحلة، بقت نازلة ازاي؟ هو ده المطلوب، عشان كده بقول لكم اعملوها في حلة اكبر. بالنسبة لي انا دي اكبر حلة عندي، عشان كده معرفتش ان انا احطها في حلة اكبر. بصي بقى حاولي كده تفلتيها من بعض عشان بس المية تحصلها كلها، عشان تبقى كلها سوا واحد. وتطلعي بقى كده ورقة ورقة، تسمي الله كده وتطلعي ورقة ورقة. وحاولي ان انت ما تمسكيش بايدك زي ما انا عملت عشان انا اتلسعت كذا مرة. فانت باي ماسك كده او حاجة وطلعي. شايفين؟ وبعد كده بقى هناخد الورق ده ونشطفه تحت الحنفية عشان نوقف السوا بتاعه. بصوا بقى هنا كانت الكرنباية عندي مهوية شوية وخفيفة، قطعتها من غير ما احطها بحالها في المية. وهسلقها برضو بنفس الطريقة وهشطفها. بعد كده نيجي عندي بقى لأهم حاجة في المحشي، أهم حاجة، وهي الخلطة بتاعته. الخلطة بتاعته بتكون عبارة عن بصل. وأول حاجة أنا بعملها ما بقطعش البصل في الكبة ولا بقطعه مفروم، يعني مش بفرمه يكون ناعم قوي. لا عايزة التقطيعة بتاعته تكون مكعبات كبيرة، يكون خشن زي ما انتم شايفين كده عشان طعمه يبان في الأكل. يعني أنا عايزة طعم البصل يكون واضح، يكون باين التسكيرة بتاعته. حطيته على النار وحطيت له معلقه كبيره من الملح. طبعا انا عندي كميه كتير، وفضلت بقى اشوح فيه شويه بالملح، وبعد كده رحت حاطه له الزيت. حطيت له الزيت وسبته طبعا على النار. هو وعلى النار انا هنا بحضر الطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي غسلتها كويس وعصرتها في الخلاط. وتعالوا بقى نرجع للبصله تاني. بصوا البصله هنا دبلت وخلاص قربت تحمر. اول ما احمرت معايا اهيت، عايزاها توصل للون ده يا جماعه. شايفين اللون الاحمر قوي ده؟ بس طبعا ما تتحرقش، لا انا عايزاها توصل للون الاحمر ده، ان هي خلاص البصله تكون نشفت معايا خالص. وبعد كده اروح نازله عليها بالطماطم. كميه البصل قد ايه كميه الطماطم قد ايه ده بيرجع للرز اللي انت بتعمليه. عامه لو انت عايزه كيلو رز واحد يبقى هتعملي نص كيلو من الطماطم وربع كيلو من البصل. انا الكميه اللي عندي ديت عامله كيلو بصل على 2 كيلو من الطماطم. وبعد كده بحطها في اكياس في الفريزر، كل كيس حوالي نص كيلو. نص كيلو يعني كده يعني صلصه متخدعه جاهزه بالبصل بتاعها. بطلع الكيس النص كيلو بحطه على كيلو الرز. تمام. هو كده بقى حوالي نص كيلو 600 جرام، حاجه زي كده. وبعد كده بطلعه جاهز احطه على كيلو الرز.
بعد كده بقى هنحط التوابل بتاعتنا. طبعا التوابل بتاعت المحشي العاديه او التوابل الموجوده عندك. انا هنا حطيت فلفل اسود وشطه وكمان كزبره وكمون وواحده مرقه دجاج وشويه من الملح، وهنقلب الكلام ده كله كويس، وهسيبها بقى لغايه هنا لما تخدع معايا. ونيجي بقى يا جماعه للخضره بتاعتي. الخضره بتاعتي هتكون عباره عن شبت وكزبره وبقدونس، 2 كزبره وواحده شبت وواحده بقدونس. هنقطع الخضره بتاعتي ديت، هفرمها ناعم اهيت، فرمتها ناعم بالشكل دوت. ونيجي بقى للتخديعه بتاعتي. بصوا بقت عامله ازاي، شايفين؟ هو ده اللي انا بقول لكم عليه، عشان كده بقول لكم عايزه البصل بتاعي يكون باين. سبتها بقى لغايه لما اتخدعت كويس، وبعد كده رحت نقلها في حله تاني. خدت اللي انا عايزاه، يعني خدت على قد ما انا هحشي، على قد الرز اللي انا هحطه، والباقي سبته على جنب. الباقي دوت انا هشيله في الفريزر. حطيت هنا بقى الرز على التخديعه بتاعتي او على الصلصه بتاعتي. بصوا بقى هنقلبها كده، ولو حسيتوا ان هي فاتحه شويه حطوا لها شويه صلصه تاني. انا حسيت الصراحه ان هي فاتحه فحطيت لها شويه صلصه. وطبعا هي باين عندي هنا ان هي فاتحه عشان الاضاءه يا جماعه، لكن هي الصلصه ما كانتش فاتحه خالص، وهوريها لكم في الاخر. وبعد ما نزلنا الرز على على الصلصه، هننزل دلوقتي بقى الخضره. خلي الخضره اخر حاجه عشان الخضره بتدبل. يعني انا جربت في الاول كنت بحطها مع الصلصه وبعد كده ارجع احط الرز، لا دي بقى يعني برضو مش بتدي طعم ولا بتلقى ريحه الخضره في المحشي واحنا بناكله، غير لما بنعمل الحركه ديت. لما نحط الخضره في الاخر بنلقى الخضره طعمها لسه قاعد في الاكل. حتى احنا وبناكل في المحشي احنا وبناكله بنلقى طعم الخضره. شايفين يا جماعه الصلصه هي ما كانتش قليله خالص، بس زي ما قلت لكم مع الاضاءه. ونيجي بقى دلوقتي، انا كنت جايبه كده يعني نص كيلو من البتنجان او كيلو الا ربع، قلت بقى اعمله مع الكرنبايه او مع الكرنب عامه. انا الكرنب اللي انا جايباه دوت برضو مش كله هعمله، لا انا هساعين منه برضو في الفريزر. يعني انا عملت اللي انا عايزاه والباقي حطيته في الفريزر. شايفين؟ اهم حاجه ننضف الصابع كده بعد ما نخلص. طبعا ما نضغطش قوي، ما نخليهاش مكبوسه بالرز عشان الرز ما يطلعش معايا ناشف، ولا خلي نصها بس رز، يعني نخليها الا ربع كده ونخليها مهويه شويه. هنجيب بقى المحشي معايا. وعلى فكره المحشي دوت انا بطلعه اوردرات، اللي عايز حاجه يطلبها انا هسيب لكم الرقم بتاعي في اول تعليق. شايفين بقى يا جماعه اللفه ديت؟ اللي هيقول الكرنب ما اتسلقش كويس، اللي هيقول الكرنب ناشف، مش هيتلف كويس. شايفين عامل ازاي؟ عماله احرك في الصابع يمين وشمال اهوت، ما بيتفتحش معايا خالص. ده دليل على ان هو مقفول كويس وكمان ملفوف كويس، وكمان السوا بتاعه مظبوط جدا. لفيت بقى الحله بتاعتي وكملتها. ونيجي هنا بقى لحظه التسويه. التسويه يكون عندي هنا شوربه، اي شوربه بتاعت فراخ بتاعت حمام بتاعت لحمه هتنفع. وحطيت فيها معلقتين من الصلصه، وحطيت فيها كمان مرقه دجاج وتبلتها كويس. وحطيت هنا على الكرنب معلقتين من الصلصه تاني عشان يبقى احمر قوي. لو انت مش حاباه احمر قوي بلاش الصلصه، بس الصلصه بتديله لون حلو قوي وكمان طعم حلو قوي في الاكل. بصوا بقى، زقيت البتنجان وبعد كده زقيت الكرنب. الكرنب هنا مش هديله الميه بتاعته مره واحده، هديله ميه كده اللي هي تغطيه بس، وبعد كده هسيبه على النار لغايه لما يتشرب، وارجع ازود له كبشتين تاني ولا حاجه، ولغايه لما يستوي بالف هنا وشفا زي ما انتم شايفين. مفيش حاجه اتفلتت منه، مفيش حاجه اتفتحت، كله زي ما هو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الصابع طالع زي ما هو. على فكره المحشي دوت انا بطلع منه اوردرات، اللي حابب يتواصل معايا هسيب لكم الرقم بتاعي في تعليق مثبت.